صباح الورد، صباح الياسمين، يا رب تكونوا بخير. بما اني مقلة جدا في الفيديوهات الايام دي لظروف ان انا مش فاضية ان انا انزل. انا مصورة الفيديوهات وبس مش قادرة اظبط الفيديو وانزلها، مشغولة شويتين. فانا قررت يوم ما انزل لكم فيديو انزل لكم اكتر فيديو انا بحبه، اكتر حاجة انا بحبها وبكون مطمنة كده ومرتاحة نفسيا لما تكون في البيت: الفسيخ. النهارده نعمل الفسيخ بالظبط زي بتاع بره، زي اللي بتشتروه من بره بالظبط. النهارده هنعرف ازاي نخلل الفسيخ، وازاي نختار السمكة الفريش الحلوة الصح، وكمان ازاي نحافظ على الفسيخ لمدة سنة كاملة من غير ما يحصل له حاجة. مبدئيا احنا بنحتاج ان نشتري السمك البوري. يفضل ان احنا نشتري السمكة اللي هي بوزن حوالي نص كيلو على الاقل، ما نشتريش السمكة الأقل من كده علشان يكون فيها لحم، تكون ملحمة، وكمان تستوي معانا أسرع، يعني تلاقوا كده فيها حاجة تاكلوها بعد ما تتخلى. دلوقتي عايزين نعرف ازاي نختار السمكة الفريش اللي تنفع معانا في التخليل. أول حاجة بنبص على العيون بتاعت السمكة، بنلاقي كده العين بتبرق كده مش دبلانة، بتكون لسه بحالتها. وتاني حاجة الجسم بتاعها بيكون قوي، واللحم بنضغط عليه اللحم كده كابس مش طري وما بيضغطش بسهولة. وتاني حاجة لما بنحط ايدنا على قشرة السمكة، القشرة ما بتنزلش معانا بسهولة، لسه ماسكة في الجسم كويس. كده السمكة بتاعتنا بتكون فريش، زائد كمان الخياشيم بيكون لونها احمر. كده السمكة بتاعتنا بتكون فريش وزي الفل وينفع ان احنا نخللها. بعد كده بعد ما بنشتريها وناخدها البيت، باخدها تحت الحنفية، بخلي راس السمكة لتحت والديل لفوق واشغل المية، واغسل الخياشيم كويس خالص خالص، اتخلص من كل دم في الخياشيم، وكمان اشطف الجسم كده شطفة خفيفة. بس بوز السمكة بيكون باصص لتحت علشان ما يحتفظش بأي مية وكل المية تنزل. بعد كده بسيبهم على مصفى، برضو قلبهم على البوز بتاعه، هسيبهم على الأقل 4 ساعات 6 ساعات لحد ما يتخلصوا من أي مية فيهم وأي دم كمان. وبعد كده بتلاقوا جسم السمكة كده اتخشب، ما بيتفردش بسهولة، يعني لما تيجي تفرد السمكة تحس ان السمكة هتتكسر منك، فكده هي اتصفت كويس. وبعد كده بجيب منديل مطبخ واحطه في الخياشيم وامسح كويس خالص، اتأكد انه مفيش دم. بعد كده هنبدأ نخلل. هنخلل بايه؟ انا هستخدم ملح وشطة بس، ملح خشن وشطة بس. الناس اللي بتحب تضيف كركم مفيش مشكلة خالص، يعني يضيفوا اللي هم عايزينه. انا عن نفسي بحب اخلله زي بتاع بره بالظبط، بره ما بيحطلوش اي كركم خالص. بجيب الملح والشطة بتوعي وبكبس الخياشيم كويس خالص خالص لحد كده ما تشوفوا الخياشيم كده مفتوحة من كتر كبس الملح فيها. وبحط برضو شوية على جسم السمكة، وبحطهم على ظهرهم في الكيس بالشكل ده. ولو هتستخدموا علبة بلاستيك تخللوا فيها، برضو هتحطوا السمك على ظهره. بما اني عاملة 3 سمكات بس، وكمان علشان الناس اللي ما عندهاش علبة بلاستيك ممكن تستخدمها للفسيخ، فده مش هيخليكي توقفي وما تعمليش فسيخ. في اكياس عادية خالص هينفع تعمل. فاحنا النهاردة عاملينه بالاكياس البلاستيك العادية. المهم بجيب الاكياس البلاستيك حوالي 7 8 كده، وكل واحدة ادخل فيها السمك وافضي الهواء واقفل عليه. عملت حوالي 7 8 10 اكياس كده، كله من داخل بعضه. وباخدهم واحطهم في المطبخ او في اي مكان كده يكون قريب مش بعيد عن النظر، علشان نفتكر كل يوم ان احنا نقلبهم على الناحية التانية. بحط لهم صينية كده من تحت علشان لو طلع مية ولا حاجة تنزل في الصينية. انا عندي بوتاجاز مش شغال حطيتهم فيه، البوتاجاز ما بشغلهوش خالص، فانا حطيتهم فيه في الفرن بتاعته. وكل يوم كده بقلبهم على الناحية التانية، او اسيبهم بالظبط 15 يوم في الصيف. في الشتاء طبعا بنسيبهم 20 يوم 25 يوم على حسب البرودة بتاعة الجو. بما ان احنا في صيف والجو يعني نوعا ما حلو مش وحش، فانا سبتهم 15 يوم. بتكون الفسيخة استوت وكمان الملح بتاعها مظبوط. لو سيبنا الفسيخ اكتر من كده السمك هيبقى واخد ملوحة زيادة. احنا عايزين الملح يكون خفيف علشان نستمتع احنا واكلين، مفيش حاجة تزعجنا.
المهم بعد كده بعد ال15 يوم فتحت على الفسيخ، وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده طالع زبدة وقمر، وريحته كمان مش وحشة، ريحة الفسيخ اللي هو يعني مش مزفر، مفيهوش اي زفارة خالص انك تنزعجي انت وبتشميها، في ريحة الفسيخ اللي احنا بنحبها اللي هي بتجوعنا. انا طبعا فتحت اكتر فسيخاية يعني ماسكة شوية، ليه؟ علشان جوزي بيحب اللي هي ماسكة شوية، مش بيحب اللي هي زبدة اوفر، فانا فتحت له اكتر واحدة ماسكة شوية. شايفين طالعة لونها عامل ازاي؟ رهيبة. دي انا طبعا عملتها لجوزي، انا عن نفسي هاكل من الفسيخ التاني الزبدة، اتنين اللي انتوا شفتوهم من شوية. بنضف سلسلة الظهر علشان ما بحبش اكلها ببوجي، بما انه كانت قريبة من البطن وكده، فانا بحب انضفها كده بايدي واشيل الجزء اللي هو برضو الجزئية دي اللي كانت البطن قريبة منها، واشيل الراس، وما بخليش غير اللحم بس، علشان كده اكل بنفسي. انا دلوقتي طبعا بدوق، مش قادرة استنى لحد ما اخلص تصوير. بعد كده هنبدأ نشيل الراس، واشيل الجزء بتاع البطن ده اللي هو الجلد ده ما بيتاكلش عامة، ومكان الحاجات اللي كانت في البطن فانا بحب اشيله خالص. طبعا الفسيخ ده احنا مش هناكله النهاردة، هناكله تاني يوم، فانا هضطر ان انا اشيله في التلاجة. اعمل ايه علشان احافظ عليه لحد تاني يوم؟ بقطع كده الفسيخاية او اسيبها كده على حسب زي ما انتوا عايزين، احطها في اي علبة تكون محكمة الغلق، واغطيها بالزيت وادخلها التلاجة. ده لو في حالة انه هناكل الفسيخ بعد يوم او يومين. بعد كده لو في حالة ان احنا عايزين نفرز الفسيخ ونسيبه مثلا لحد مدة سنة لقدام، هنشوف هنعمل بيه. دلوقتي احنا هنقطع الفسيخاية وهنشيلها في التلاجة، لازم ضروري نغطيها بالزيت علشان بس اللون الاحمر ده ما يتحولش لجري، علشان برضو ناكلها بنفس اللون الاحمر، يعني سمكة فريش 100%. هغطيها بالزيت، اي زيت عادي خالص بس تكون ريحته حلوة، وغطيها بيه. وبعد كده ادخلها التلاجة يوم يومين بالكتير، مش اكتر من كده. لو مش ضامنين انكم هتاكلوها في اول يومين 3 كده، ندخلها الفريزر، مش هتغير طعم ولا اي حاجة، بس لما نيجي ناكلها نطلعها من قبل حوالي 6 ساعات علشان تكون فكت من التلج، وكمان رجعت للطريان بتاعها الطبيعي. اغطيها وادخلها التلاجة، وهوريكم عملت ايه في اللي هيدخل الفريزر. غلفته بمكنة التغليف، شفطت كل الهواء اللي في الكيس وقفلت عليه. لو ما عندناش مكنة التغليف بحطه في كيس عادي خالص زي اللي خللنا فيه الفسيخ، بس بطلع كل الهواء اللي فيه واقفل كويس خالص وادخلها الفريزر، تفضل معاكم سنة كاملة من غير ما تغير لا لون ولا ريحة. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ما ننساش لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير. See you. باي باي.